والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صباح الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. يا صباح الفل، يا صباح الامل، يا صباح التفاؤل. النهارده يوم جديد وصباحكم زي العسل ان شاء الله. النهارده يومنا بادئ من قبل الفجر، الساعه دلوقتي 3:30 زي ما انتم شايفين، ولسه يعني الجو كده لسه ليل. فقومي بقى تنشطي لو انت عندك يوم طويل كده وراكي شغل كتير، وعارفه ان يومك هيبقى يعني زحمه وكده، فانت قومي بقى تنشطي كده وربنا يعينك. و قومي كده قبل الفجر، في الوقت ده بقى تقعدي قبل ما الفجر يدن، تقعدي تصلي شويه، تقعدي تدعي شويه، تقعدي بقى تقرأي قرآن شوية. الساعة اللي قبل الفجر دي الدعاء فيها بإذن الله بيكون مستجاب. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. أنا بصراحة قمت في اليوم ده الساعة 3:30، ورجعت نمت حوالي الساعة 6 أو 6:10 كده شوية. مش هضحك عليكم يعني أقولكم ما نمتش تاني، لأ، انا نمت حوالي الساعة 6 كده او 6:15 او 6:10 تقريبا، وبعدين بنام ساعتين بقى او ساعة ونص كده وبصحى تاني، بس علشان لو انا ما نمتش تاني ممكن اصدع. حتى لو ما عرفتيش تنامي الصبح، نامي الظهر، نامي بعد الغدا، بس انا كده لازم يعني لو صحيت قبل الفجر انام تاني، علشان لو ما نمتش دماغي بيصدع. قمت بقى انا مش هعمل معاكم النهارده روتين تنظيف، لان طبعا عملت تنظيفات كتير ومش عايزه كل الفيديوهات تبقى مكرره عشان ما تزهقوش. طبعا كنت وريتكم الحافظه بتاع السجاد، كنت حطاها تتهوى كده على البلكونه بعد طبعا ما نضفت الشقه ومسحت الارض، وبحطها كده ايه، بنضفها بالفرشه وبحطها شويه تتهوى، وبعد كده بفرشها. بعدين دخلت بقى على طول كده، طبعا بعد ما فطرنا وشطبت المطبخ وكله تمام، دخلت عشان اجهز الغدا. طلعت كده كيس فراخ، وكان عندي حبتين البطاطس دول، قلت اعملهم جنبهم وشوية رز وخلاص كده الحمد لله. يعني عايزه اقول لكم بقى ان انا بقعد بالليل لازم اقعد كده مع نفسي كده، ويلاقوني قاعده في جنب واكلم روحي كده، انا هطبخ ايه بكره؟ طب انا عندي ايه وعندي ناقص ايه؟ طيب انا هطبخ كذا، لا ده مفيش جنبه كذا، لا ده انا هطبخ كذا، لا ده مفيش كذا. بقعد كده بيقولوا خلاص يعني الست اتجننت. لازم كل يوم قبل ما انام ابقى عارفه هطبخ ايه، وطبعا ببقى شايفة كل اللي عندي في المطبخ، عندي ايه وناقص ايه، وهينفع اطبخ ده كذا ده بكرة، علشان ما يكونش عندي مثلا ارتب نفسي واقوم الصبح الاقي لا ده في حاجة ناقصة. يعني بتسوح صراحة لو ما كنتش عاملة حسابي على بيات ان انا هقوم الصبح عارفة ان انا هطبخ ايه، وكل حاجة الطبخة اللي انا هعملها دي موجودة، بيبقى يوم يعني. بصوا على ما بفكر كده واكرر تاني وابدا الم الدنيا، اكون اتاخرت بقى واليوم ضاع مني. انا ولادي الساعه 3، بصوا اخرهم 3 يكون الاكل جاهز، اكتر من كده آه ما ينفعش. لازم الساعه 3 يكون الاكل، يكون بنتغدى الساعه 3 بالظبط، لازم يكون بنتغدى. باباهم ما بيجيش غير بالليل المغرب، فاحنا بقى اللي قاعدين انا ولادي في الساعة 3 يكونوا بيتغدوا، ما ينفعش ان انا اتأخر عليهم اكتر من كده. عشان كده بقى بقعد بالليل ان انا لازم اقعد افكر هطبخ ايه. وعندي بكرة مثلا لو عندي يوم غسيل ومسح وطبيخ، وعندي حاجات كتير، بحاول ان انا الم الدنيا، يعني انقي كده ايه طبخه مفيش فيها مجهود كتير ومفيش فيها شغل كتير، اقدر ان انا اعملها جنب شغلي. يعني مثلا احط حاجه كده على البوتاجاز واروح بقى اشوف اللي ورايا، اعمل حاجات تانية، لان انا ما بحبش اقف اعمل حاجه واحده.
يعني انا ممكن اكون شغاله الغساله في نفس الوقت بطبخ، في نفس الوقت اللي بيطلع من الغساله بروح انشره اول باول، لان انا غسالتي نص اوتوماتيك، فكل دور بيطلع بيخلص يعني بروح انشره اول باول. ممكن اكون بنظف الصاله، برتب حاجه، ما بعرفش ان انا اعمل حاجه واحده واستنى لما تخلص وبعدين اعمل اللي بعديها. سبحان الله، انا لازم اكون شاغله نفسي بكذا حاجه، فاهميني؟ الحمد لله ما بتلخبطش عشان متعوده على كده. ما بصوا، يعني مثلا اشغل الغساله خلاص هي هتاخد دورتها، مش هقعد استناها، بروح بقى على المطبخ. لو في حاجه في المطبخ خفيفه هتتعمل على ما الدور ده يخلص، اكون عملتها كوبايتين طبقين في الحوض عايزين يتغسلوا. اطبخ رز، اطبخ اشوف حاجه عايزه تتعمل مثلا، تتجهز للغدا اعملها. اروح الصاله، في حاجات على الترابيزه، في حاجات على الركن هشيلها. المره الجايه اشيل السجاده مثلا لما اطلع دور من الغساله واروح احط الدور التاني مثلا، اكون شلت مثلا الحفظه او السجاده طلعتها تتشمس. اكون رتبت حاجه، فاهميني؟ ف يعني بتلاقي كده لما بتعملي كده بتلاقي الدنيا خلصت معاكي بسرعة. انما هتقعدي تغسلي مثلا او هتقعدي تنضفي بس، لا، لازم يكون ايدنا في ده وفي ده وده، وعودي نفسك. فعشان ان انتي ما تتلخبطيش، ابدأي بحاجة. بصي هقولك، لو انت مش متعودة ان انت تعملي كذا حاجة مرة واحدة، ابدأي مثلا شغلي الغسالة وروحي مثلا على أوضة الأطفال رتبيها، خلصتيها عطريها كده واقفليها، ادي كده أوضة خلصت. روحي بعدها مثلا على أوضة النوم الكبيرة، هكذا نضفيها ومسحيها وعطريها واتقفلت كده، ايه خلصت، فاهمني؟ حاجة بحاجة كده هتلاقي الدنيا خلصت. بس يكون كله في وقت واحد، يعني ما تقعديش تعملي لي مثلا أوضة وتقعدي بقى مثلا ساعة بقى تعملي حاجة تانية والدنيا تتكركب عليكي. لا، وابدأي بالسهل الأول. لو بدأت بالسهل هتلاقي الدنيا متظبطة معاكي وكله بيخلص. لكن لو بدأت بالصعب أو اللي فيها شغل كتير، هتيجي تبص تلاقيها خدت وقت كتير قوي، وحاجة واحدة اللي انت أنجزتيها، ولسه حاجات كتير قوي هم سهلين بس عدد، فاهماني؟ فده هينجز معاكي جامد. المهم يا بنات، الكلام ده طبعا للعروسات البنوتات الصغيرين اللي لسه متجوزين جداد وما عودوش على شغل البيت، لان طبعا اي بنت دلوقتي بتبقى مهتمية بالدراسة وبتبقى متدلعة شوية، فلما بتتجوز بتبقى محتارة في شغل البيت شوية، مبتبقاش بقى عند مامتها متعودة على شغل البيت والكلام ده. تمام. فشوفوا الفيديوهات الروتينات دي يعني بصراحة هتشجعكم وهتعلموا منها كتير. مش شرط، عندي في قنوات كتير ممتازة. عايزة اقول لكم بس دلوقتي على حاجة حلوة قوي انا بعملها. اللي معايا ده ورق السدر، ده بتجيبوه من عند العطار، او الشجر بتاعه بيبقى على فكرة يعني موجود في كل حتة. ممكن لو انتوا جنبيكوا شجرة بتجيبوا منها الورق ده، تغسلوه وتنشفوه وتحفظوه عندكم. وهقول لكم بتعملوا بايه. انا بقى بعمل بايه لما بتحسي كده ان البيت فيه خنقه، في مشاكل، الولاد بيضربوا بعض، البيت مش مريح، حاسه كده ان في طاقه سلبيه، بتروحي جايبه ايه بقى، بتروحي جايبه 7 ورقات من ورق الصدر ده، وتروحي حطاهم في شويه ميه. انا جبت مثلا نص لتر ميه، ونقعتهم مثلا من بالليل او من الصبح مثلا، يعني كام ساعه كده عشان ينزلوا اللي فيهم. تمام. وبعمل فيهم ايه بقى بعد ما بنقعهم في المية دي، بحط عليهم ملح ويفضل اللي هو يكون ملح خشن اللي هو بيجي من عند العطار، اللي هو الملح البحري، بس انا ما كانش عندي فحطيت ملح اللي احنا بنحطه على الاكل عادي. وتحط عليهم مثلا شوية خل، ويا ريت لو تقرأي عليهم سورة الزلزلة 7 مرات والمعوذات، وتمسحي بيهم الشقة. بس طبعا عشان تمسحي بيهم الأرضية ما يكونش في ولاد هيعدوا على الأرض، استني تماما لما الأرض تنشف عشان القرآن اللي احنا قارئينه على المية. وقدام الشقة تمسحي كده، بصوا. ويا ريت بقى تشغلي سورة البقرة كمان، هتحسي بقى براحة نفسية وطاقة كده جديدة في البيت، وهتحسي ما شاء الله يعني ان البيت كده بقى مريح. تمام. وما تنسوش الاذان يا جماعة، الاذان لازم يعني كل يوم يكون في البيت، حتى لو انت مش مشغلة راديو ومشغلة التلفزيون وقت الاذان،
في بيبقى فيه على اليوتيوب بتنزليه مثلا الاذان مكرر، بتشغليه كل فتره كده في البيت، ده حلو جدا 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 يا جماعه. تمام. انا هنا بقى كنت عملت الفراخ زي ما انتم شايفين كده. حطيتها الاول تنشف من الدم اللي فيها وكده وتاخد لون، ما بحطش اي دهون، انا بس بوطي النار حاجه بسيطه جدا، وبعدين بحط الفرخيه بتنزل ماده دهنيه وبتاخد لون كده، والدم اللي فيها بينشف، وبعدين بحط عليها الخضار بتاعي. كان عندي حبتين بطاطس كده او 3 قطعتهم، وفلفل اخضر وفلفل حامي وحبه طماطم وبصلايه وفصين توم كده، كله كده قطعته صغير، وبحطه مع الفراخ والبهارات وبقلب وبهدي النار خالص، كل شويه بقلبها، وبعد كده بدخلها الشوايه تاخد لون، بيبقى طعمها حلو جدا. دلوقتي انا هعمل رز بالبصل والكركم جنبها، بيبقى طعمه حلو قوي. الفراخ بقى انا بقسمها منابات. يعني ايه منابات؟ يعني كل واحد حته، قطعه يعني لما اكون مربيه او اشتري فراخ او كده واجي اقسمها، بقسم كل الكميه اللي عندي اللي انا مربيها مثلا، بنضفها بقى واقطعها كلها، واقعد كده احط في كل كيس 4 حتت، 4 بس، 4 حتت، كل واحد له قطعه واحده بس. ما بتبقى صغيره بتبقى حلوه يعني. تمام، على قدنا، لان ما بحبش ان انا اكتر، لان طبعا انتوا عارفين الحاجه غاليه وده حرام. يعني هو احنا مثلا بتاكلي قطعه واحده، فليه مثلا تعملي كتير ويبقى فيه بواقي وتترمي او تنشف ومحدش يرضى ياكلها؟ لا، اعملها على نفس العدد. ما بعملش بقى حته زياده اقول لو حد جه فجاه والكلام ده، لا انا ما عادش بيجي لنا فجاه ولا حاجه، يكون حد جاي بيكون عارفين، فعشان كده انا بعمل كل حاجه على القد. الرز طبعا بعمله على القد، ولو فاض حتى لو معلقه واحده بحطها في طبق واغطيها واحطها في التلاجة، وتاني يوم لما اجي اعمل رز، اول ما الرز يشرب ميته واجي اهدي النار عليه، بفضي عليه الرز البايت ده واقلبه في بعضه، بيستوي معاه بقى وكأنه رز مطبوخ جديد، مفيش مش حط عليه بايت ولا حاجه، بيبقى طعمه حلو قوي. يعني حرام لما احنا نهدر حاجة او نرمي حاجة، انا ما برميش اي حاجة، حتى لو عاملة خضار وفاض مني طبق صغير كده احطه في الفريزر، طبق على طبق على طبق، ممكن تعملي جنبهم في يوم شوية رز وطبق سلطة وتقضي بهم يوم. تطلعي مثلا حتة فرخة والخضار ده وتطبخي رز، وادي برضو يوم. فحرام ان احنا نرمي حاجة. الاسعار يعني زي ما انتوا عارفين، الله المستعان. دلوقتي بقى كنت خلصت وعملت كل واحد طبقه، اللهم بارك. والنهارده يومي خلص معاكم وفيديو خلص، هتوحشوني جدا جدا، متنسوش لايك وتعليق حلو منكم. السلام عليكم ورحمه الله.